سلام ازاي معكم انا. اسمي سعد أمين الزار، ونعم ودي قناة هشام بودكاست. كيفية التسبيح والذكر بعد كل فريضة. اوكي. السنة بعد الصلاة الفريضة أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أول ما يسلم الإمام والمنفرد والمأموم، كل واحد إذا سلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قبل كل شيء. هذا أول شيء. ثم الإمام ينصرف إلى الناس. بعد هذا ينصرف الإمام إلى الناس ويعطيهم وجهه. ثم يقول بعد ذلك الإمام والمنفرد والمأموم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة أو 3 مرات، كله جاءت به السنة. ثم يقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا جد منك جد، يعني ذا الغنى منك غنى. هذه السنة للجميع. الإمام والمنفرد والمأموم بعد قوله أستغفر الله 3 اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا جلالي والإكرام يأتي بعد الذكر. أعيده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن شاء زاد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أو يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. كله جاء في الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن شاء الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإن شاء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وإن شاء قال لا إله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل هذا جاءت به النصوص. ويقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، يعني له العبادة الدين معنى العبادة مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا جد منك جد. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة عليه الصلاة والسلام. فالسنة للإمام منفرد والمأموم يقول هذا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر زيادة 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات مع ما ذكر في الفجر والمغرب خاصة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك 10 مرات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، يقولها بعد المغرب زيادة وبعد الفجر. ويستحب بعد هذا كله أن يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميع 33 مرة، هذه 99. يقول بعد ذلك تمام الماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فعل هذا غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم. فيستحب للمؤمن والمؤمنة جميعا أن يأتي بهذا الذكر الذي تقدم كله، الرجل والمرأة جميعا. ويستحب للجميع أيضا أن يقول كل واحد سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول مع ذلك في آخر ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا وعد عظيم وفضل كبير، مع إذا لم يصل على السيئات هذه المغفرة. جاءت الحديث الأخرى تدل على أنه مقيد بعدم إصرار على الكبائر على المعاصي، لقول الله سبحانه في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صوت العظيم صوت النساء 31. فالمسلم إذا تجنب كبائر كالزنا والسرقة والعقوق للوالدين أو أحدهم وشرب الخمر والغيبة والنميمة وأشباهها من الكبائر إذا تجنبها غفر الله له خطايا كالصلاة والوضوء والتسبيحة وغير ذلك من وجوه الخير. وهذا معنى قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق العظيم سورة النساء 31.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنب الكبائر. ويستحب أيضا للمؤمن والمؤمنين بعد كل صلاة مع التقدم أن يقرأ آية الكرسي. نعم. و آيات يعني البقرة، وينبغي حفظهما الرجل والمرأة. ونعم. وبعد كل صلاة كل هذا مستحب لكي لكن يعني يكرر يعني بعد المغرب وفجر 3 مرات بعد المغرب، خاصة فجر 3 مرات. يعني يكرر بسم الله الرحمن الرحيم: يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مع التسمية في كل واحدة. ويستحب أن يقرأ عند النوم أيضا آية الكرسي وهذه 3 سور عند النوم. يقرأ آية الكرسي مرة واحدة، ويقرأ هذه السور عند النوم 3 مرات عند النوم. هذه من أسباب السلام والعافية من كل سوء، وفقى الله جميعا.